السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح لزب تاني. بيوضح المساحات. كنا شرحنا قبل كده لزب بيعمل المساحات، بس بيحطها في جدول. يعني هو بيدي المساحة ويرقمها. هتلاقي في فيديو من الفيديوهات القديمة اللي عندي بيعمل ترقيم لنفس القطع، وفي نفس الوقت بيحط المساحة دي في جدول. طيب دلوقتي ايه الفرق بين الليسب ده والليسب اللي فات؟ الليسب ده هيحط لي المساحة على الايه، على القطعة نفسها زي كده. تمام. طيب تعالى نشوف هو بيعملها ازاي الليسب دوت. طيب دلوقتي اول حاجة طبعا بنعملها ان احنا بايه بنلود الليسب. اسمه اريا اون، اهو ده. تمام. الريدونس. اريا اون، ايوه هو ده. طيب سكيل واحد. دي بقى اللي هي ايه، يعني عايز مثلا تحط ايه، رقم واحد بعد العلامة العشرية ولا رقمين؟ احنا هنقول له رقمين. تمام. طبعا هنا المفروض بنختار بيكون مثلا ايه محطوط باوندريات عشان خاطر يحدد الايه، اللير نفسها اللي احنا هنعملها عليها بالباوندريات. طب هي مفيش باوندريات مش هيقدر يعملها. تمام. فخلينا الاول نقفل القطعة دي باوندري عشان نعرف نحسبها. يعني انا بص لو اتكيت هنا ايه، هيحسب لي القطعة بتاعت المساحة دي نفسها. اهو بص طلعها لي ازاي. طيب خلينا ايه برضه ايه عشان نتأكد. لو عملنا باوندري القطعة دي والقطعة دي القطعة دي والقطعة دي، تمام، ودي القطعة دي كمان عشان نتأكد. حلو. وهنعمل اريا اون مظبوط وعلامتين. تمام، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، هناخد دي خمسة اهو. كاتب المساحة ازاي. طبعا الليسب ده الجميل فيه ان هو بيكتب لك المساحة على القطعة نفسها. الليسب التاني كان يحط لك المساحة في جدول هنا كده مثلا، او ايا كان المكان اللي انت هتختار فيه رقم القطعة بالايه بالمساحة قدامها. يعني سواء مثلا انت عايز تعمل البرزنتيشن دوت المساحة هتكون باينة على القطعة نفسها هتستخدم الليسب ده. العكس، عايز تخليه مثلا في جدول مساحات خارجي تستخدم الليسب التاني. كل واحد بقى على حسب طريقة العرض بتاعه وايه ايه الاسهل ليه. طبعا ما تنسوناش برضو تتفرجوا على الفيديوهات القديمة، لو هتلاقي في ليسبات عندكم كتير جدا ممكن تستفيدوا منها، او شرح كتير ممكن تستفيدوا منه. وان شاء الله كده يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.